السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو من ايديكم. اللايك بيرفع الفيديو شوية. الفيديو اللي فات محدش عمل لي لايكات خالص نهائي ولا مشاهدة كاملة خالص. لو سمحتوا خلينا نبادل بعض كده بالاشتراكات وباللايكات وبالمشاهدات عشان نكبر ببعض. غلطت غلطة النهاردة ان انا نزلت جبت محاشي، قلت لازم اكل محاشي فنزلت عشان اكل محاشي. الاسعار يا جماعة نار نار نار. هقول لكم طبعا جبت ايه واقول لكم الاسعار قبل ما اي حد كده يغلط نفس الغلطه. بس قبل اي حاجه اوعى تنسي اللايك. اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو. جبنا الطماطم اسعارها من 11 ل 12، وكان في طبعا انا جايبها ب 12 ونص، وكان في كمان ب 14. مش عارفه يا جماعه نروح فين تاني، الاسعار يا جماعه عاليه جدا. الطماطم دي جبتها ب 12 ونص، جبت حوالي 2 كيلو ونص من الطماطم. يعني شوفوا بقى 3 كومبات ب60 و2 كيلو ونص من الطماطم. عديت طبعا ال25 جنيه. وهكمل لكم طبعا كنت جايبه فراخ طبعا. يعني بصوا مش عارفه اوصف لكم، عشان اكل اكله محاشي عديت مبلغ وقدره. البدنجان كان طازه جدا، كان ب10 جنيه في السوق. جبت منه كيلو. طبعا جبت البطاطس ب12 ونص، وفي منها ب11 حجم صغير. بجيبها كده واحطها في التربو، يعني كل ما انزل بجيب بطاطس. البصل طبعا ب20 جنيه، ب20 جنيه، وفي ناس بتبيعها اغلى من كده، بس احنا عندنا البصل ب20 جنيه. جبت فلفل كوبي، الربع منه ب4 جنيه. كنت جايبه حوالي كيلو الا ربع من الفلفل. الكوسه وحشه جدا جدا في السوق ب10 جنيه، بيضه كده ودبلانه جدا، فطبعا مرضتش اجيب كوسه خالص. جايبه يعني عشان خاطر طبعا الميزانيه خسعت معايا بقى، جبت نص كيلو من السمنه. يعني بصوا حالي وصل لايه، نص كيلو من السمنه. بس كده دي كده مستلزماتي في المحشي. وطبعا الرز عندي كان موجود في البيت. جينا بقى للنقطه المهمه جدا في الفيديو بتاعنا النهارده بقى مخصوص عشان خاطر اقول لكم الخضره اللي انا جايباها دي جايباها بكام، عشان اكل اكله محاشي واصرف كل المصاريف دي كلها. جبت اخر حاجه الخضره، مش لاقي خضره عدله جدا في السوق. ب10 جنيه دي الخضره، دي ب10 جنيه معقول؟ يعني بصوا الحال بينا وصل لايه. الخضره دي كنا زمان بنجيبها ب3 جنيه مثلا، مش من زمان قوي، يعني نقول من 5 شهور مثلا، من 4 شهور مثلا. يعني الحال دوت وصل بينا لايه، ب3 جنيه خضره كنت بجيبهم بنفس الشكل. المره دي جايبهم ب10 جنيه. رحت عند واحد بجيب منه خضره، عطاني الحزمه الواحده فيها 2، فيها عودين. بصيت له كده بصراحه قلت له شكرا مش عايزه. رحت عند واحده تانية ربنا يبارك لها، عطتني الخضره ديت. يعني بصوا الحزمة فيها غمق شوية، يعني حزمة تعتبر فيها أربع 5 عيدان كده من الخضرة، إلى حد ما أحسن من الأولين اللي أنا جبت من عنده. لو عديناهم كده يعني بصوا منظر مش عارفة أوصف لكم. بعمل خلطة المحشي، باكل رز، يعني منظر الخضرة هوريها لكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. رز وصلصة، الخضرة مش باينة خالص في الخلطة. بس الى حد ما هنعمل ايه، يعني بيقولوا عشان خاطر الشمس بتحرق الخضرة والخضرة بتتحرق فبيعوض ده في ده. زمان ما كانش فيه شمس، كانت الشمس ما كانتش حامية، مش عارفة بصراحة. المهم حبيت اقول لكم قبل ما تجيبوا المحشي بتاعكم وشوفوا الاسعار في السوق عاملة ازاي، وما تغلطوش نفس غلطتي وترجعوا تجيبوا الخضرة في الاخر خالص. انتظروا بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي في المحاشي اللي عملناها والخلطة اللي عملناها. وما تنسوش اللايك، وفي رعاية الله ومع السلامة.